عروسة لابسة فستان أبيض فأبيض تطلع بعد نص الليل وتبدأ إنها تهاجمك، ولو طلعت لك وشفتها هتموت، يعني هتموت. عروسة رمزة. بيقولوا إنها جنية بتطلع لناس كتير جدا، وبتبقى لابسة فستان أبيض، وشكلها ومشيتها كأنها كبيرة في السن، لأن مشيتها بتكون غريبة وبتكون تانية ظهرها زي العواجيز بالظبط. العروسة دي دخلت الرعب لكل سكان الأردن، بالأخص سكان مدينة الرمزة اللي عاشوا فترة كبيرة جدا من الرعب بسبب اللي كانوا بيشوفوه منها، واللي كتير من سكان المدينة شافوها بعينهم لكن قدروا إنهم يفلتوا منها، وفي منهم اللي صوروها فيديو، وده اللي خلى القصة مرعبة فعلا، وبيأكد إنها مش هزار، لا دي موجودة صوت وصورة. واللي بينقل القصة من مجرد جنية بتطلع للناس تخوفهم لمصدر رعب كبير جدا لسكان المدينة، هي إن كان في شباب معدية من طريق معين في المدينة مشهور إنها بتطلع فيه، والشباب دول اختفوا تماما. ولما راحت بلاغات للشرطة الأردنية باختفائهم بدأت حملات بحث عنهم، وفعلا لقوهم لكن كانوا جثث. ولما الشرطة بدأت تدور وتحقق ورا الحادثة لقوا حاجة غريبة جدا على موبايل واحد. عروسة لابسة فستان أبيض فأبيض تطلع بعد نص الليل وتبدأ إنها تهاجمك، ولو طلعت لك وشفتها هتموت، يعني هتموت. عروسة رمزة. بيقولوا إنها جنية بتطلع لناس كتير جدا، وبتبقى لابسة فستان أبيض، وشكلها ومشيتها كأنها كبيرة في السن، لأن مشيتها بتكون غريبة وبتكون تانية ظهرها زي العواجيز بالظبط. العروسة دي دخلت الرعب لكل سكان الأردن، بالأخص سكان مدينة الرمزة اللي عاشوا فترة كبيرة جدا من الرعب بسبب اللي كانوا بيشوفوه منها، واللي كتير من سكان المدينة شافوها بعينهم لكن قدروا إنهم يفلتوا منها، وفي منهم اللي صوروها فيديو، وده اللي خلى القصة مرعبة فعلا، وبيأكد إنها مش هزار، لا دي موجودة صوت وصورة. واللي بينقل القصة من مجرد جنية بتطلع للناس تخوفهم لمصدر رعب كبير جدا لسكان المدينة، هي إن كان في شباب معدية من طريق معين في المدينة مشهور إنها بتطلع فيه، والشباب دول اختفوا تماما. ولما راحت بلاغات للشرطة الأردنية باختفائهم بدأت حملات بحث عنهم، وفعلا لقوهم لكن كانوا جثث. ولما الشرطة بدأت تدور وتحقق ورا الحادثة لقوا حاجة غريبة جدا على موبايل واحد.